الركوب على واحد المساله عائليه وتجي تصرف فيها انت بصفين حسابات الدعوه المقامه ضدك لسرقتك اسم اصوات. نطالب بتحقيق الاتجاه ونخبر السلطات اننا نازل المراج ويمكن ندير وقفه كما سنقيم دعوه قضائيه باسم النقابه ضدها ان تطعن في مؤسسه اعلاميه قائمه، قوه القانون، ملائمه، رخصه تصوير، كل شيء منطق. هذا ما نحسبوش لا علاقه له بالمشهد الاعلامي. انا كنمارس الصحافه والحمد لله. انت قلتي بانني كندخل لك البلاصه رغم انه وقع تناقض، كندخل جيبي خاوي ونخرج جيبي خاوي. كانت تصحي وتقول انني كندخل جيبي عامر ونخرج خاوي ليستقيم الفهم، ولكن اعترفتي لي ان جيبي خاوي وما كاينش عيب. واقول قدام المتابعين انا ما جيبي خاوي، فين كاين المشكل؟ هذا دليل انني ما كنمرش حوايج اللي خارج القانون، ولا المؤسسه كتمرش حوايج اللي خارج القانون. المؤسسه ما كتسالش حتى من الدعم العمومي. 20,000 سطر حمر على اوجاع الكلاب. تعلمنا في الصحافه ان الا ما كانش ردود الافعال قويه وما كانش لي كومونتير، في نهايه المطاف الرساله ما كتكونش وصلت. نرحب كافه الانتقادات ولي كومونتير اللي داروا على صعيد الخرجه الاولى واللي هي كانت خرجه عامه، ولكن الحمد لله على ان واحده من ذاك الجراح خرجت باش تقول لك انا يستهدفوني رغم ان اسمها ما تذكرش. على سبيل المثال اللي فيه الفلس كيقفز، معناه ان الوجع كان داخلي لدرجه انه بالفعل الرساله ادت الدور ديالها. شنو غادي يكون رد الفعل؟ مزيد من الزئير ديال القرده، وهذا معناه احدى الضجيج. وهذه المساله عبر حشو الكلام بالتفاهات والنبش في الشيء اللي ماشي مطلوب. وحمد لله تذكرني هذه اللحظه حينما كنت كنخرج كنتوجه لمجموعه المسؤولين مرتبطين بقضايا فساد معين، وواجه بنفس النعوت وبنفس الردود. لكن تعلمنا في مهنه المتاعب وصاحبه الجلاله على ان صدرنا واسع. حنا غادي نمشيو حتى ل1000 حلقه، وفي كل حلقه سنعري هذه الانثى وبعلها بحقائق اللي غيتلقاها الرأي العام الوطني، الرأي العام المحلي بمراكش، وسننزل لمراكش وسنؤطر معركة نقابية في مراكش، وسنلزم السلطات القضائية باتخاذ إجراءات قانونية ضد الأشباح اللي كتولد بالجسم الإعلامي وتدعي بهتانا وهي ما كتركب جملة مفيدة بالانتماء للمشهد الإعلامي وللجسم الصحفي. في مستوى ثاني ان هذه الاقلام او هذه الجرائم اللي هي ماجوره، فهنا شنو هو الوجود ديالها من غير الارتزاق ومحاوله الركوب على الفراغ ومحاوله الاصطياد في الماء العكر، لعلها وعسى تطيح واحد الطارده سهله تمضغها دغيا وتجيب طرانجه معاها وتعطيها اشياء معينه وكفى الجيب امتلاء والمؤمنين شر القتال. هذه حقائق هو اللي نقولها. علمك شو سنكشف حقائق صادمه لهذه الانثى ونذكرها قبل ما تجي للمجال الاعلامي. اش كانت كدير هي وداك البعد ديالها قبل ما تجي للمجال الاعلامي. اكيد انه الخرجه اوجعت الكلاب وكرد فعل طبيعي بطبيعه الحال. غادي تكون مجموعه ديال الاشياء اللي بانت في مستوى سقوط الخطاب وبانت في مستوى التعاطي الساقط مع الاحداث اللهم من نبش في الوعاء الفارغ. ما كذبوش الحكماء حينما وزعوا انماط الفكر او لا انماط ديال العقول ما بين العقول البسيطه الضعيفه اللي كتتعامل مع اشخاص كتبحث على الشخص
وتحاول تقلب على اي حاجه، قص قهوه، شربتين، علاش ما شربش قهوه، كتشرب هي قهوه كحله مسوسه، من بعد كتشرب قبل منها كتشرب الشوكولات، هذا لا مجال له. تفاهات توزع، هذه عقول بسيطه. والاخر شنو كيدير اكسترا في هذه الحوايج هذه. ونحمد الله اننا حنا اليوم خرجنا في الضوء وماشي في الظلام، ولا بغات السيده نخرجوا حتى مع 10 الصباح ما عندناش مانع، ولو انك هذا كيعبر على السقوط ديالك، لانه لا حق لك في اختيار الزمن. زمن خروجي، كنتي نعسى مع ولادك كتحاولي توهبين ان لك اسره وما جاورهما، وما عرفنا فين كنتي، علاش عرفت كنت معاك. اذا او كتبقى نخليو او على قول احمد بوالعفريت، نخليو العفريت يكشف حقائق اش كدير. انا ماشي شغلي بداك الشيء، ولا اهتموا بشخصنه الاشياء. اذا ملي قلنا ان العقول كذلك المتوسطه كتهتم بالاحداث، دار فلان دارت فلانه اكسترا، بينما العقول الكبيره كتهتم بالافكار. لكن ما يمكنش الوعاء خاوي يهتم بالافكار ويعطينا فكرا بالفعل اللي غادي يحرك الراكد والساكن في المشهد الاعلامي، ولا ان يحرك دفاعا عن القضيه الوطنيه، ولا دفاعا عن الانسان المغربي، ولا دفاعا عن الانسانيه الى غير ذلك. اذا ماذا سننتظر من واحد الوعاء فارغ؟ ماذا سننتظر؟ سننتظر كل شيء ساقط على الاعتبار لانه جدول خاوي ما فيهش ماء، فيه قوة الصراخ، على قول المثل الفرنسي لي بيدون فيد فون بوكو دو بروي. البوادر الخاويين كيديروا الصداع بزاف، ويهتموا تكرار جمله طيله الحلقات تكرر نفس الجمله، نفس اعراض الناس وهالمسائل هذه، نفس الجمله تتكرر، وانا كنشرب قهوه كحله اكسترا. هذا كيعبر على مستوى ما اصبح المشهد الاعلامي يطلب به من اوبئه. ونعيد تكرارها على الجهات المسؤوله، على المسؤولين عن الاعلام الوطني، انهم يتحروا في المواقع اللي كتخدم خارج الاطار القانوني. ولنا لقاء في مراكش ان شاء الله على ما تنتهي معركه المحامون. حنا المعركه بديناها دفاعا عن قدسيه المهنه، دفاعا عن شرف المهنه، وسننزل لمدينه مراكش وسنخوض الحرب وسنسجل هذه الحلقات من قلب مراكش. وفي المقابل كاين معارك نعتذر لقرائنا اولا. كان المفروض على ان هذه يومين نكونوا خرجنا بهذه الحلقه، لكن لظروف متعلقه باجراءات اللي حنا كنهجوها قانونيه واداريه تاخرنا وفرض علينا، لاننا قررنا مجبر اخاك لا بطل على دخول حرب مع هذه الاقزام، وحنا قادين عليها، وعندنا الصدر الرحب ما يسع المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط، الى ان نعري هذه الاقزام ونكشفها للمتلقي. اول شيء اللي ربما غادي يتساءل، بعيدا عن جعجعه بلا طحين اللي وردت، ولا غنرجعوا لها كتفاصيل صغيره ولكن ماشي مهمه بالنسبه لنا، سنقف على معطى خطير. هذا المعطى كيتعلق بهذيك الانثى وبعلها قبل ما تلتجأ للاعلام لتبييض صورتها. غادي نذكروها ميراماس، غادي نذكروها بكيليز، غادي نذكروها بالشقق المفروشه الافارقه والسواعده. يمكن الاخوان يصوروا لنا هذه المنطقه اللي كنهضروا عليها جغرافيا، يصوروها لنا اون ديريكت. هذه المنطقه ديال ميراماس، هذيك المبنى اللي كيبان لكم على اقصى اليسار هي المعنيه بالامر بالضبط. وهنا بطبيعه الحال هي في الخريطه كان ميراماس جوج، يعني كتحدد الموقع الجغرافي ديال ديك المنطقه اللي حنا كنهضروا عليها، حتى نكونوا بروفيسيونيل وما تعلمناش هي اصول الصحافه، لان فقد الشيء لا يعطيه. جهابذه الصحافه والاعلام والكتاب نحترمهم ولنا علاقات ونقدرهم، لكن انت ما موقعك من الاعراب. انت المثل العربي كيقول لك ليس الفتى من يقول كان ابي، ولكن الفتى من يقول ها انا ذا. لكن انت
رجعتي كتدافع على نفسك من خلال انك تدرجي اسماء ما وارداش في نقاش. نحن لم نناقش فقيها في القانون، ولم نناقش علامه، ولم نناقش من جهابذة الصحافه، ولم نناقش ادباء ولا فنانين، كنناقشوك انت. فلماذا التجأتي لفقرك المعرفي الى هؤلاء؟ هم يعرفون بانك انت فقيره من الناحيه المعرفيه. التجأتي بعد ما كنت كتمارسي تقواليت الضع، يعني معدة بيت الدعاره انت والبعل ديالك بهذا العماره بالضبط. والكاميرا كيرجعوا السلطات المحليه في ذاك المرحله شاهده، وهذا الشيء حقيقه كيعرفها كل مراكشي. اذا اللجوء للاعلام كان من باب التستر ومحاوله تبييض الصوره عبر بحال داكشي ديال تبييض الاموال. غادي نبيضوا من خلال الادعاء بالانتماء لجسم صحفي، وماشي غير جسم صحفي، جمعوي، حقوق الانسان، حمايه المستهلك، وغدا تطلع حمايه الحيوان، وغدا تطلع حمايه الضفادع. كل هذا كيخدم خانه واحده، ومحاوله تستر ومحاوله ايجاد الغطاء اللي يحمي ولا يغطي على ذاك الممارسات المشبوهه اللي كتمارس على صعيد هذه السيده، ليعرف المتلقي والمشاهد حقيقه من. اكيد الخير موجود نقولها، لان ملف ضخم حول هذه السيده، ملف ضخم ما مصرعينش. كل ملف غيجي فوقتو، وغدا مع ملف جديد. الحمد لله عندنا والاخوان كل مره كتورد علينا مجموعه المعطيات اللي كتنور الراي العام وكتنورنا حتى حنا مجموعه من الحقائق، بمعنى مازال العاطي يعطي. ومن هذا الباب كنوجهوا التماس للسلطات فتح تحقيق حول هذه الممارسات المشبوهه من طرف هذه الانثى وبعلها، لان حنا كنبنيو دوله الحق والقانون ودوله المؤسسات. القضاء اللي ضربت به البارح في الخرجه الاولى، والنيابه العامه اللي اتهمتها بان صاحبت ما نعرف شنو وكتحاول تداري الحقيقه، وهذا اتهام خطير كيتوجه للمؤسسه السياديه في البلاد. وحنا واجهنا الشروق 24 في شخص ناس في ايطاليا اللي كانوا كيستهدفوا العداله خدمه لاجندات اعداء الوحده الترابيه، وما كنوصلوش هذا المسار على هذا المستوى. نحن نطالب بتحقيق في الاتجاه، ونخبر السلطات اننا نازلين مراكش، ويمكن ندير وقفه كما سنقيم دعوه قضائيه باسم النقابه ضدها وبعلوها. هذه حقائق متراكمه كنعرضوها، وما زال العاطي يعطي. ما زال بجعبتنا الكثير من فضائح هذه التي تدعي العفه ولابسه شنو ديال الله زعما ثياب العزاء اكسترا، تدعي العفه، ما عليه انها هي وقع من وقوع ديال مجموعه الاشياء اللي هي منافيه للقانون. حينما تتبعت حلقه ممسوخه تقيأت، لاش ما فيهاش ولا شيء ولا مضمون يوحي بان الانسان على الاقل كتركب جمله مفيده. مع ما سنتحاور هل سنواجه الاشباح، ولكن هادو كيشكلوا اعداء ديال الوطن. كرامشي كيقول ما يمكنش نمارس حرب المواقع الا ما مارسش حرب القلاع، وهذه القلاع الخبيثه هي اللي كتسقط اعلام الوطن وكتعطينا صوره ممسوخه عن الناس كيصرفوا نفسهم اعلاميين ولا علاقه لهم بالمشهد الاعلامي. كانوا اعلام السبعينات، نذكروا عبد الجابري، نذكروا بالسوس، نذكروا مجموعه ديال الناس اللي كانوا فطاحله يقعد لهم احتراما ويوقف لهم اجلالا. معناه جينا ابتلينا في اخر الزمن بمجموعه من الطحالب وعاؤها الفقر، ماشي المادي، لان الفقر المادي ديال الله، ولكن الفقر الفكري. اذا شنو غادي تحاول ما امكن، مادام ان هذا الوعاء خاوي
فغتحاول تجبد على اي حاجه. على قول المثل كيقول لك ملي كيكونوا جوج العقلاء كيتحاوروا، واحد الجاهل كيكون في الطرف اللي كيمضي الموس، كيقول يا ربي يختلفوا. علاش؟ لان ملي غيختلفوا غيدخل بالجنوي وغيبان هو البطل. فهذه الطينه من هذه العينه هذه. اذا فهذه حقائق كنقدموها. وعلى قول الفنانه اللبنانيه نانسي عجرم في احدى اغنياتها: لغه شخبط شخابيط ورسم على الخيط على الحيط. فهذه هي لغه شخبط خبيط انتجتها هذه التافهه في خرجتها الاخيره. نحن نفتخر ونعتز ممارسه من 92. هذا بالنسبه للمؤسسه. اما الممارسه الاعلاميه فهي متسعه من الورق ومتنوعه اكسترا. ماذا في جعبتك؟ كنتي مراسله، ما قبلتيش تقبطي 200 درهم وهذه المسائل ديال الاتعاب ديال التصوير هكذا، طمعتي بشي كثير، الله يعاونك شغلك هذاك. لكن ان تطعن في مؤسسه اعلاميه قائمه، قوه القانون، ملائمه، رخصه تصوير، كل شيء منطق، فهذا ما نحسبوش لا علاقه له بالمشهد الاعلامي. لان انتاج، فرق ما بين انتاج المعرفه عبر لغه سليمه وعبر تراكيب موضوعيه، وما بين انتاج الشعوذه والتكزان اللي كتجيدها الانسانه هذه، لانها كتعيش الفراغ، والفراغ قاتل. هي تعيش الفراغ، وبالتالي تحاول تعوض ذاك الفراغ والفقر اللي كتعيشو بهذا النمط من الممارسات. على قول الحكماء: هناك أناس جعل الله في جبلتهم معدن القصدير، وهناك أناس جعل الله في جبلتهم معدن الذهب، معدن الفضة، وهناك أناس جعل الله في جبلتهم معدن الذهب. هي بدات القصدير، حتى الفضة ما توصلهاش، فما بالك الذهب. يعني الجبلة حتى نوضحوا للمستمعين المتابعين ديالنا معنى جعل الله في العقول ديالهم وفي الامكانيات ديالهم هاد الكاتيجوري، هاد العينه. وبالتالي كل كيلبس الثوب على حساب القدر اللي هو ديالو. اكيد هي لابسه الثوب المتسخ فغتكون في القصدير، وبالتالي لن تنتج في المعرفه الا هذا النمط من التفاهه. حاشا باش تكون كتنتسب لصاحبه الجلاله، حاشا لله ان تنتسب الى صاحبه الجلاله معاييرها كما تخلقت في البدايه الى حدود الان، والتاريخ يشهد، والشهداء على طول الخط ضحايا كلمه الراي الحر والكلمه والصوره. تهتم بالشكليات، ليكليراج ما مزيانش، هذه مسائل. انا اؤمن في حياتي بالمسرح الفقير. فين كاين المشكل؟ انا ما عنديش امكانيات، ما كاينش مشكله. المهم انا مبلغ الرساله. رانا انت اللي عندك ما نعرف شنو نتيجه ممارسه التقواديس، فممكن تشري اي شيء، لكن انا ما كنمارسش تقواديس، انا كنمارس الصحافه. والحمد لله انت قلتي بانني كندخل لك البلاصه رغم انه وقع تناقض، كندخل جيبي خاوي نخرج جيبي خاوي. كانت تصحي وتقول انني كندخل جيبي عامر ونخرج خاوي، ليستقيم الفهم. ولكن اعترفتي ضمنيا ان جيبي خاوي وما كاينش عيب، واقول قدام المتابعين انا ما جيبي خاوي. فين كاين المشكل؟ هذا دليل انني ما كنمارش حوايج اللي خارج القانون، ولا المؤسسه كتمارس حوايج اللي خارج القانون. المؤسسه ما كتستافدش حتى من الدعم العمومي. علاش ما كتستافدش من الدعم العمومي؟ لان ما كتمارسش تقواديس. اذا فرحم الله رجلا عرف قدره، ورحم الله امراه عرفت قدرها. امي ماراس عارفه التاريخ ديالكم والجغرافيه ديالكم انت والبعل. لهذا فاللي كيشطح ما كيخبيش وجهه. وهنا اذا كنتي افتخرتي بالقرد كيتشطح وكيدوروا معاه في جبل، لا، فهذاك عبرتي على مستوى هو الحقيقه اللي قلتيها الوحيده. لان لغه البدير والتعريجات وجديناها، لكن لا توجدين لغه الصحافه
ولا لغة الإعلام ولا لغة النقاش ولا لغة الإقناع ولا فن تقديم الأدلة الموضوعية اللي غتقنع داك الناس، بعيدا عن الركوب على واحد المسألة عائلية وتجي تصرف فيها انت بصف لنا حسابات الدعوة المقامة ضدك لسرقتك اسم أصوات. ومازال حنا تابعينها وما مفكينش. فهاد الباب كنقولها وأكررها، ويوم الاثنين أو الثلاثاء موعدنا في مراكش. حتى القضاء والنيابة العامة على صعيد مراكش لماذا لم تحرك ساكنا تجاه التي كيرفعناها بممارسة النصب والاحتيال من قبل هذه المجموعة؟ هذا سؤال موجه للقضاء وموجه للنيابة العامة. واش هذا الإنسان عنده السلطة مربوطة بميراماس؟ داك الإنسان أو داك الأنثى مع بعلها وادعاء العفة والشرف النقاوة والصفاء اللي ما كيبانش من خلال ما قدمناه، كما كيورد في الحديث النبوي الشريف: من ادعى ما ليس فيه فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. ليس منا يعني انك تدعي ما ليس فيك، تدعي العفة. وماشي غريبة انك تكون داخل مجموعة ديال الجمعيات وهذا القبيل لغرض في نفس يعقوب أو يعقوبة اون فان كونت من أجل تحقيق شيء ما أنت كتبغي تحققو كنفعية براغماتية بعيدا عن القيم. والأخطر في ذلك كما قلنا هو الفقر الفكري اللي ما كيستطعش أنه يقدم لغة ويقدم واحد المعطى متكامل ويقدم واحد التركيبة اللي هي منسجمة. وأفتخر أن ديك اللغة اللي استعملتها ضربت فيها من خلال مجموعة ديال الناس اللي هما من رواد الفساد اللي جاب هنا في مسارنا المهني وما بدلنا تبديلا وباقيين على التوب ديالنا. ونفتخر بأننا زيرو درهم، نفتخر. دليل أنه ما عندنا باطمة، ما عندنا بابل، ما عندنا حتى الدار فين نسكنوا. نفتخر والحمد لله ذمتنا نقية قدام الله وقدام المخزن وقدام حتى باقي الشعب المغربي. أرنا اللي عندهم الباطمة وعندهم لي زابارتمون كيكريوهم من أجل ممارسات غير شرعية وغير قانونية ونتحمل فيها المسؤولية. وأهالي مراكش الكرام كيعرفوها وكيعرفوا كل شيء. وانا عطيتكم الإحالة حتى البوزيسيون فين متواجدة داك الباطمة د ميراماس اللي كما وضحناها بالنسبة لهذه المسائل. ولكن ماذا تنتظر من خوائل الوعاء وفراغ بيولوجيا الداخل بكل ما تحمله الكلمة من بيولوجيا الداخل؟ هنا هذا الفقر المعرفي أكيد غادي ينتج نوع من الشعوذة، غادي ينتج نوع من الفراغ. ماشي كنسوقوا القردة احتراقا للقردة كما فهمت تلك التي لا تفهم شيئا. نحن نتحدث عن ممارسات تسود لا علاقة لها بالفعل الإعلامي. والقردة في الأصل تعيش في الطبيعة في الغابة، وكل اصطياد لها لجمع الفناء هو خنق لحريتها ومحاولة ترويضها لخدمة مصالح نفعية. الشيء اللي كديرو هاد الإنسانة أو هاد الأنثى. أما الطبيعة نحترمها، الإنسان بكل تركيبته نحترمه. المؤسسات نكافح عنها بعين لا تنام. المخزن كيعرفنا بهذا الاتجاه كيفاش كافحنا فاس من خلال الملتقى اللي درناه ديال الإعلام والمجتمع المدني في الدفاع عن القضية الوطنية، وكان ناجحا بامتياز وبجهدنا المالي الخاص وما شدينا حتى درهم وما عاوننا حتى واحد. ما غتقدرش هاد الانسانه او هاد الانثى مع بعليها ان تدخل في هاد الخانه، لان هي كتهمها غير ما تدخل الجيب وما تحط في الكونت بونكار. اذا فلا تقذفوا الشرفاء على قول الحسن الثاني الله يرحمه: من كان بيته من زجاج فلا يقذفن بويس الاخرين. نفتخر بانتمائنا للمؤسسه،
نفتخر بانتماء للمغرب، نفتخر بأننا ما عندنا والو، نفتخر بالانتماء لأبناء الشعب لأننا جزء من أبناء الشعب، ولا نرتدي تصفيقا لا من هذا ولا من ذاك، نمارس ولكن اللي هو كيخطبنا شعارنا كنتزوجوه، خطبتينا غنتزوجوه، وهذا هو الوارد الآن في هذا الاتجاه هذا، لأن هنا في الحالة كتبقى القردة مهما رقصت وحاولت أن تبين واحد الحقيقة منمقة فهي في الأصل قردة، ولن تستطيع إنتاج فكر ولا معرفة ولا ستكون بهيمية تقتات وكتمشي حاشا في الطواليت، هذه نهايتها الماكلة والطواليت. أما إنتاج بالفكر والمعرفة فبزاف على هذه الحتالة لن تنتج حتى نص معرفة، بالدليل هو كتمشي يتهرب على الصحفيين والأدباء والكتاب المبجلون، احتراماتنا لهم. أين أنت من الإعراب؟ أكيد نكرة. وهذا هي الحقيقة اللي ربما كيخاف منها الإنسان، لكنها حقيقة كتجعلو يصعد على القيمة المعرفية الخاوية بالتبندير والتعريجة. وأنا كنصغب شعري يتشوك، ما هذه التفاهة؟ أنا جايب البيجامة، أنا ما نحضرش ونسقط ناعسة، اش كنتي ديري؟ لو كنتي فايقة ما تدخليش مؤسسة إعلامية بقات تصور شغلها، ولكن ما عندك ما تقولي، وليتي خصنا نتصلوا بك ونقول لك الو حنا غنصوروا. هذا هو العبث اللي كنعيشوه بالشكل اللي هو غير متصور. لكن كيبقى في نهاية المطاف اننا كنمارسوا في عنا بالشكل اللي حنا كنخططوه ضمن الخط التحريري للمؤسسه اللي ما كتعرفوش هي وما كتعرفش القواعد اللي كتنظم عمل اي مؤسسه اعلاميه شنو كيأطروا، لان بعيدا عن العمل الصحفي. والادام ذلك هنا في الباب كنحطوا مجموعه الاقواس. اول قوس ملي تودعت الشكايه كنحطوها غير كقوس للنيابه العامه علاش ما تمتش المتابعه، ولماذا يتم اقحام هذه السيده باطار الصحافه. هذه ماشي صحفيه اعلاميه ما عندها حتى علاقه بالموضوع، هي وبعلها. فكيف اننا غادي نكيفوا واحد الوقائع على معطيات غير موجوده، علما ان القانون كيفرض على الاقل معطيات تكون دقيقه موجوده. هذه لا تنتمي للجسم الصحفي، بعلها لا ينتمي للجسم الصحفي. كيفاش انا غنتابعها بالصحافه؟ انا نتساءل. وكما قلت يوم الثلاثاء والاثنين غنكونوا في موعد مراكش بحضور مكتب ديال الاعلاميين ديال الاطر النقابيه، نتصدى المهازل ونجبر المؤسسات على انها تصحح المسار بما يخدم الوطن والقضيه الوطنيه والدفاع عن القضايا ديال الانسان وديال المواطن بعيدا عن البهرجات. مأساة بعض الناس، وهذا اللي خرج في الحلقه، ان هذاك السي كذا وكذا وكذا انه استعمل لغه غليظه، لغه وهذا فقر فيك. انا لست مسؤولا عن ضعفك وفقرك المعرفي، ما مسؤولش عليه. على قول الشاعر الكبير ابو تمام حينما خاطبه البعض في اطار الحوليات اللي كان كيكتبها في القصائد العربيه والشعر العربي الرائع، قيل لابو تمام انك تقول ما لا يفهم، فاجابه ابو تمام ببساطه: ولماذا لا تفهم؟ انا لست مسؤولا عن جهلك. سيري عاودي قراي ودخلي لاكراش وطلعي قراي ابتدائي وطلعي قراي اعدادي وثانوي وشوف واش وصل للجامعه، وانا ذاك ممكن نتلاقاو. انا لست مسؤول عن جهل احد. ما انا بوك ما انا ما قريتك خليتك بلا قرايه، اذا ما قرياش عاودي القرايه. فهذا من مصلحتك تدخلي للمحاربات الاميه باش يحاولوا يحيدوا في الاميه اللغويه اولا، عاد نشوفوا الاميه الاجتماعيه والاميه السياسيه والاميه الفكريه والاميه الاخلاقيه ومجموعه من الاشياء اللي ممكن تنطلي عليك. هذا هو الاخطر في الباب. هنا كيبقى السؤال مفتوح. الحديث عن الشراب، اين شرب تتحدثين عليه؟
وحنا قدمنا حقائق دامغه، وما زال العاطي يعطي، وما زال عندنا ملف مفتوح وواسع، وقلنا نضربوا 1000 حلقه